في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن لا يجعل في أعمالنا حظا لرؤية المخلوقين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أسباب الإرث، وهي 3: نكاح ونسب ثم ولاء ليس دونها سبب. قول الناظم رحمه الله ونسب، وهذا هو السبب الثاني المتفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والنسب في اللغة هو القرابة، وأما في الاصطلاح فهو الاتصال بين شخصين في ولادة قريبة كانت أو بعيدة. هذه التعريفات تعرفونها ولا يحتاج أن نطيل عندها. وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى جهات النسب إلى 3 أقسام: جهات فوقك يسمونهم أصول، وجهات أسفل منك يسمونهم حواشي، وجهات على جانب يسمونهم فروع، وجهات على جانبيك يسمونهم حواشي. هذه جهات النسب ال3. فيدخل في الأصول الأب والجد والأم والجدة وإن علوا على شروط سيأتينا ذكرها إن شاء الله. ويدخل في الفروع الابن وابن الابن وإن نزل أبوه بمحض الذكور، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور. وأما بنت البنت فإنها ليست من الفروع الوارثة، وإنما من ذوي الأرحام. ومن أهم ما ينبغي لكم فهمه أن تعرفوا ايش معنى الفرع الوارث. الفرع الوارث لا يدخل فيه إلا الابن، انتبه، وابن الابن وابن ابن الابن وإن نزل أبوه بمحض الذكور. بمعنى لو كان تخللهم بنت خلاص خرج هذا من كونه فرعا وارثا إلى من ذوي الأرحام، كقولهم ابن الابن ابن 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 بنت الابن، خلاص انتهى، خرج هذا من حد الفرع الوارث وصار من. طيب، ويدخل في الفرع الوارث بالإجماع البنت وبنت الابن. طيب وين بنت البنت راحت؟ لا، بنت البنت لا تدخل في الفروع الوارثة، وإنما من ذوي الأرحام. وبنت ابن الابن وبنت ابن 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 إلى آخره. وإن نزل أبوها بمحض الذكور. ايش معنى بمحض الذكور؟ يعني لو قلنا مثلا بنت ابن 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 بنت الابن، هنا خرجت. طيب، وماذا نقصد بالحواشي؟ نقصد بهم الإخوة والأعمام وما تفرع عنه. ايش معناها؟ يدخل فيها الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، والعم الشقيق والعم لأب والعم لأم، وابن، انتبهوا، وابن الأخ الشقيق وإن نزل أبوه بمحض الذكور من غير بنت تتخللهم. ابن الأخ الشقيق ابن ابن الأخ الشقيق ابن 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 الأخ الشقيق ابن 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 الأخ الشقيق، كلهم مرثة. ابن ابن بنت ابن الأخ الشقيق، أنت خلاص الحريم يقطعن. إذا وجدت امرأة بين ذكرين قطعتها. كما في الجدات لو وجد ذكر بين أنثيين قطعهن. فيا ذكور مطلقا أو إناث مطلقا على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ويدخل فيها كذلك الأخ لأب وابن الأخ لأب وابن ابن الأخ لأب وإن نزل أبوه بمحض الذكور. ويدخل فيها كذلك العم الشقيق وابن العم الشقيق وإن نزل أبوه بمحض الذكور.
ويدخل فيها كذلك العم لأب وابن العم لأب وإن نزل أبوه بمحض الذكور، ويدخل فيها وأما العم لأم وأما العم لأم فإنه لا يدخل لأنه من ذوي الأرحام. فهؤلاء هم القرابة. فإن قلت وأين المعتق؟ فنقول لا، المعتق له سبب خاص وهو ما سيأتي ذكره وبيانه إن شاء الله جل وعلا. السبب الثالث هو ما قاله الناظم رحمه الله بقوله ثم ولاء. والولاء في اللغة يطلق على معان، يطلق على المحبة وعلى الصداقة وعلى النصرة وعلى الملك، ويطلق على القرابة أيضا، كلها يطلق عليها ولاء. وأما في الاصطلاح فعرفه العلماء بقولهم عصوبة بين رجلين، بين شخصين، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. ومن أعظم النعم التي ينعم بها السيد على رقيقه أن يعطيه حريته، فينقله من كونه لا يملك إلى كونه يملك، ومن كونه إنسانا ناقصا إلى كونه إنسانا كاملا في جميع اختصاصاته وفي جميع حقوقه وما يجب له وما عليه. هذه نعمة عظيمة. فالشريعة قدرت هذه النعمة ثم قالت أيها السيد متى مات عبدك هذا الذي اعتقته، متى ما مات ولا وارث له فإن أحق الناس بميراثه لك أنت. فإن قلت وما الدليل؟ أقول الدليل في ذلك السنة والإجماع. فأما من السنة ففي الصحيحين من حديث بريرة أنها لما عتقت، تعرفون حديثها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الولاء لمن أعتق، والحديث طويل، هذا هو الشاهد منه، وإنما الولاء لمن أعتق. يعني أن ولاء بريرة لمن؟ لأهلها ولا لعائشة؟ لعائشة رضي الله تعالى عنها لأنها باشرت العتق. فإن قلت ولو لم يعتقه لله، حتى ولو لم يعتقه لله، الجواب في أصح قولي أهل العلم إذا اعتقه بأي وجه من أوجه العتق، سواء اعتقه لله، انتبه، أو اعتقه حتى ولو في كفارة. لو اعتق العبد حتى ولو في الكفارة فإن ولاء هذا العبد يكون له، يكون لسيده. فإن قلت وما شرط إرثه؟ فيقول سيأتينا إن شاء الله شرط إرثه في أصحاب الإرث بإذن الله جل وعلا. فإن قلت وما حكم بيع الولاء؟ بمعنى أن زيد من الناس له عبد فأعتقه لوجه الله، فولاء هذا العبد لزيد ولا لا؟ ما رأيك لو جاء عمرو وقال لزيد سأعطيك دراهم وتخرج من الولاء وعطني الولاء، سأعطيك دراهم يشتري منه الولاء؟ الجواب الولاء حق لازم للإنسان لا يمكن أن يتخلص منه مطلقا، لا يمكن أن يتخلص منه. في الصحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، فهي صفة تثبت فيك أنت من غير اختيارك، فلا يجوز، فليست محطا لأن تبيعها ولا أن تهبها لأحد، ليست محطا لا للبيع ولا للهبة، يعني ليست محطا لانتقالها منك إلى غيرك، فهي صفة ذاتية فيك أنت. إذا قبضت مال العابد وأردت أن تتصدق أو تهب هذا المال لأحد فهبه، لكن أما أن تهب ولاءه وتخرجه من كونه صفة لك إلى كونه صفة لرجل آخر، هذا هو الذي نمنعه، هذا هو الذي يمنعه. فإن قلت وما أكثر الورثة في هذه الأسباب وما أقلها؟ أقول أكثرها على الإطلاق هو النسب، لأنه يدخل فيه من الإرث الشيء الكثير، فيدخل فيه من الرجال 15 ويدخل فيه من النساء 10 وبالتفصيل قد يصلن إلى 13 أو إلى 15 بالتفصيل أيضا. لكن أما النكاح فإنه لا يدخل فيه إلا رجلا، وأما العتق فإنه ليس فيه إلا واحد وهو المعتق، وورثة المعتق المتعصي بون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، كما سيأتينا تفصيله وبيانه إن شاء الله جل وعلا. هذه هي أسباب الإرث الثلاثة المتفق عليها. لكن هل هناك أسباب أخرى؟ نسمع ماذا قال الشيخ محمد حجازي. قال الناظم رحمه الله ليس دونها سبب، فكأن الناظم رحمه الله يختار ماذا؟ أن هذه هي كل أسباب الإرث وليس ثمة أسباب أخرى. لكن لما نظرنا إلى أهل العلم رحمهم الله وأقوالهم في هذه المسألة وجدنا أن هناك 5 أسباب يذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. السبب الأول
بيت مال المسلمين، كونك مسلم وهذا بيت مال للمسلمين، فهل بيت مال المسلمين يرث لأن الجهة جهة إسلامية؟ في خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن بيت مال المسلمين لا نجعله من جملة الورثة، ولكننا نجعله من جملة ما يحفظ حق من لا وارث له، يحفظ حق من لا وارث له. فإذا لا نجعل من جملة أسباب الإرث مسلم وفي بلد فيها بيت مال المسلمين، فإن بيت مال المسلمين ليس شخصا حتى يرث، وإنما نقول يحفظ فيه حق هذا الميت حتى يقسم على المسلمين بالسوية، أو يقسم في مصالح المسلمين. ومنها كذلك الموالاة والمعاقدة. فإذا تعاقدت أنا والشيخ محمد، نعم، إذا تعاقدنا على النصرة وعلى المحبة وعلى الأخوة وعلى التعاون فيما بيننا، ثم مات هو ولا وارث له، فعند أبي العباس بن تيمية رحمه الله إذا كان ثمة من تعاقد معه ووالاه وناصره، فإن أحق الناس بميراثه من تعاقد معه وناصره. فالولاء والمعاقدة والنصرة سبب من أسباب الإرث الصحيحة عند أبي العباس بن تيمية رحمه الله، والقول الصحيح أنها لا تعتبر سببا لعدم وجود الدليل، والصحيح أنها لا تعتبر سببا لعدم وجود الدليل، وأسباب التوارث بين الناس توقيفية على النص، وليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة الصحيحة على ذلك. ومن الأسباب إسلامه على يديه. لو أن شخصا كافرا أمريكيا أسلم على يديك يا محمد، يا علي، يا خالد، فهذا ملياردير وتوفي ولا وارث له، أو له ورثة ولكن كفر وهو مسلم، والكافر لا يرث المسلم. فشيخ الإسلام يقول أحق الناس بميراثه وملياراته من أسلم على يديه. هذا الرجل الداعية هو أحق الناس بالميراث، ولكن في القول الصحيح أنه لا يعتبر سببا صحيحا من أسباب الميراث. لماذا؟ لعدم وجود الدليل لا من الكتاب ولا من السنة، والأسباب مبناها على التوقيف، وليس هناك دليل يدل على أن أحق الناس بميراثه هو من كان سببا في إسلامه. فإن قلت وأين تذهب تلك المليارات؟ نقول للمصرف الأول، وهو أنه يكون فيئا للمسلمين، يدخل في بيت مال المسلمين ويصرف في مصالح المسلمين. ومن الأسباب أيضا الالتقاط، واللقيط هو طفل منبوذ لا يعرف نسبه، فإذا التقطه إنسان وأنفق عليه ورباه وأحسن تربيته، ثم هذا الطفل الملتقط هذا تاجر واستثمر ماله، لكن ما تزوج ولا له أقارب، معروف ماله يعني مقطوع من شجرة، وصارت عنده مليارات أو ملايين ومات، فمن أحق الناس بأمواله وملايينه؟ هذا عند أبي العباس بن تيمية رحمه الله يقول أحق الناس بميراثه هو من التقطه. ويرون في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة تحوز 3 مواريث من لاعنت عليه ولقيطها وولدها. قال ولقيطها، ولكن لو صح هذا الحديث والله لجعلناه على العين والرأس، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، والمسألة فيها إثبات حكم شرعي، والمتقرر بإجماع العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإذا القول الصحيح أن ماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين. وأما من رباه وأنفق عليه فإنما رباه وأنفق عليه لله جل وعلا، وإذا كان يريد استرجاع النفقة فبيت مال المسلمين يعطيه مقدار نفقته. وأما أن نجعله من جملة ورثته فإن هذا ليس هناك دليل عليه. طيب، ومنها وهو غير موجود عندنا الآن والله أعلم كونهما من أهل الديوان. كأهل الديوان هم اللذان يكتبان اسمهما في عقد واحد، يعني في جهة واحدة، كديوان الجند وديوان كذا وديوان كذا. فإذا مات أحد من أهل الديوان ولم نجد له وارثا إلا رجلا آخر معه في نفس الديوان، فابن تيمية رحمه الله يجعل الاتفاق في الديوان سببا من أسباب الإرث، ولكن أن لهذا الشرط أن يصح. فالقول الصحيح أن الاتفاق في الديوان ليس سبب من أسباب الإرث لعدم وجود الدليل الدال على ذلك. والمسألة مبنية على التوقيف والدليل. إذا تبين من هذا فليعلم أن أبا العباس بن تيمية نظر إلى أقرب علاقة بين الميت ومورثه. يقول إذا كانت هناك علاقة بين الإنسان ومن مات وليس للميت وارث، فإن أقرب الناس نعطيه هذا المال هو من كانت علاقتهما حميمة فيما بينهما، كأن يكون من أهل الديوان، أو كان ملتقطا على يديه، أو كان قد أسلم على يديه، وهكذا.
ولكن في الحقيقة أن هذا اجتهاد، والأمر لا يحتاج إلى اجتهاد، وإنما الأمر توقيفي لأنه سبب شرعي، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأسباب الشرعية مبنية على التوقيف، والله تعالى أعلى وأعلم. مسألة: هل ولد الزنا يرث من أبيه؟ وهل الأب يرث من ولد الزنا؟ الجواب: لا يرث الإنسان من ابنه من الزنا، وابنه من الزنا لا يرثه، لانقطاع الأسباب بينهما، فليس بينهما لا قرابة ولا أي شيء، فالنسب بينهما منقطع، فليس هناك سبب للتوارث بينهما. فإن قلت: وهل الأم التي أنجبته ترثه؟ الجواب: في خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه يكون ولدها في جميع الأحكام، فإذا ابن الزنا متصل بأمه لا بأبيه، لا بأبيه. مسألة: لو أن رجلا رأى امرأته في فاحشة ثم لاعنها فتفرقا فجاءت بولد، فهل الزوج يرث ولده من امرأته التي لاعنها؟ ايش رايكم؟ فهمتوا السؤال؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه بعد اللعان لا. لماذا؟ لأنه بلعانه قد نفى نسبه. طيب، ينسب ابن الزنا لمن؟ قالوا: إما أن ينسب لأمه، لأنه إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، وإما أن ينسب إلى قبيلة غير مشهورة، أنه لو انتسب إلى قبيلة مشهورة فسيكون مشكلة على هالقبيلة هذه، أنه سوف تختلط أنسابهم، يعني يقال فلان فلان الفلاني وهكذا، كما ذكره العلماء في بحث باب اللقيط. مسألة: هل الرضاعة يثبت بها توارث؟ الجواب: لا، حتى ولو 20 رضعة، ولو 5 سنين وهو يرشف، ولا ريال، أقول لك يعني من باب باب يعني المبالغة، ولا ريال. اعلموا رحمكم الله أن الرضاع هذا اللي يقصد. اعلموا رحمكم الله تعالى أن الرضاع إنما يفيد حكما واحدا، وهو المحرمية فقط، أنه يكون محرما عليها، يعني محرما عليها، لكن لا صلة فيها. فلو أن عندك أم من الرضاع ما بعد وصلتها في يوم من حياتك أبدا، ما عليك إثم، ما تكتب بأنك قاطع لرحم، وليس فيها نفقة، وإنما فيها فقط محرمية، أنها محرم لك، أن تكون محرما لك. طولنا عليكم. طيب، مسألة خطيرة ومهمة: لو أن إنسانا زنى بامرأة، كرم الله هذه الوجوه، كرم الله هذا المكان، ثم جاءت بتوأمين فكبر الأخوان ومات أحدهما، فهل أخوه من الزنا يرثه؟ هل يرثه ولا لا؟ الجواب: يرثه على أنه أخا من أم، ليس أخا شقيقا، يرثه ميراث أخ لأم، ليس ميراث أخ شقيق، والله أعلم. نعم. باب موانع الإرث. ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين. نعم. اعلم أن موانع الإرث كذلك مثل أسباب الإرث متفق عليها ومختلف فيها، ولكن لن أشرح لكم إلا الأسباب المتفق عليها، وهي الأسباب الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا. قال: ويمنع. المنع في اللغة هو الحجز والحجب، الحجز والحجب، ومنه سمي الحاجب لأنه يمنع الدخول على الملك أو الأمير إلا بإذنه. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. قالوا: مثال إيش؟ قالوا: مثل الحيض بالنسبة للصلاة، فالمرأة إذا وجد حيضها امتنع وجوب الصلاة، إذن وجد وامتنع وجوب الصلاة، فلزم من وجوده الامتناع. طيب، وإذا ارتفع الحيض هل لابد أن تصلي الآن النافلة؟ أقصد الجواب: إذا ارتفع حيضها فلها أن تصلي النافلة أو لا تصلي النافلة. فإذا هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. وقولهم لذاته يخرج ما إذا لزم من عدمه الوجود لأسباب خارجة عن ذاته. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويمنع الإرث على اليقين.
قوله على اليقين يعني على القطع المجزوم به لثبوت دلالة النص القاطع، لأن اليقين هو أعلى درجات الإدراك، وتحت اليقين الظن وهو تجميز أمرين مع ترجيح أحدهما، وتحت الظن الشك وهو تسوية أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وتحت ذلك الوهم، ثم يأتي بعده الجهل. قال الناظم رحمه الله: رق وقتل واختلاف دين، هذه هي الموانع الثلاثة ونأخذها مفصلة. أما المانع الأول فهو الرق، والرق في اللغة هو العبودية. وأما في الاصطلاح فهو عجز حكمي يقوم في الشخص بسبب كفره، قوله عجز حكمي. لماذا قيد العجز بالحكم؟ لأن العجز قسمان: عجز حقيقي وهو أن يكون الإنسان مشلول ما يستطيع الحركة، هذا عجز لكن عجز حقيقي. وأما عجز الرقيق عن التملك وعن التصرف الكامل إنما هو عجز حكمي، يعني عجز بسبب وصف قام به. قال: سببه الكفر. هل كل كافر يكون رقيقا؟ الجواب لا، ولكن مبتدأ الرق هو الكفر. فإذا استولت جيوش المسلمين على أحد وثبت أحدا من الكفار فالإمام مخير بين قتله أو استرقاقه أو المن عليه أو الفداء به بعض أسرى المسلمين. يقول العلماء رحمهم الله: إمام المسلمين مخير في الأسرى بين 4 أشياء: إما أن يمن عليه ابتداء فيخرجه عن الأسر، يقول روح لأهلك خلاص، كما من النبي عليه الصلاة والسلام على صفية لما اعتقها وجعل عتقها صداقها. وكذلك الأمر الثاني أن يقتله. والأمر الثالث أن يفادي به بعض أسرى المسلمين. يقول الله جل وعلا: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وهل تصرف الإمام على ما تشتهي نفسه؟ نقول: كل أمر خير فيه إمام المسلمين فإنه يجب عليه أن يجتهد في الاختيار على ما ترجع مصلحته للمسلمين، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. ما الدليل على أن الرق مانع؟ الدليل على ذلك الإجماع، فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن اتصاف الإنسان بالرق مانع له من الميراث. يقول العلماء: ولأن الرقيق لا يملك، فإذا لا يرث ولا يورث. قالوا: لماذا؟ قالوا: لعدم تملكه، فليس من خصائصه أن يتملك. فلو أننا ورثناه لانتقل المال منه إلى من؟ إلى سيده، ولو أننا ورثنا منه لورثنا حقيقة مال سيده. والدليل على أنه لا يملك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. وعلى ذلك جماعة العلماء رحمهم الله تعالى. وقد وصف الله جل وعلا العبد المملوك بقوله: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وهذا هو حقيقة العجز الحكمي. وقد قسم العلماء الرقيق إلى 6 أقسام. النوع الأول من أنواع الرقيق رقيق يقال له القن، وهو العبد الكامل الذي لم يعلق عتقه بشيء، هذا لا يرث ولا يورث إجماعا، انتهينا من هذا. القسم الثاني من يسمى بالمدبر، العبد المدبر، وهو العبد الذي علق عتقه على موت سيده، فمتى ما أدبر السيد من هذه الحياة عتق هذا الشخص. طيب، العبد المدبر لا يرث ولا يورث بالإجماع، ووعده بالحرية لا يجعلنا نطبق عليه شيئا من أحكامها ما دام عبدا. الثالث أم الولد، وأم الولد هي الرقيقة إذا جامعها سيدها فولدت، فهنا شرعا تعتق من الله إذا مات سيدها.
متى ما مات سيدها اعتقت، حتى ولم يقل سيدها سأعتقك. لو قال سأعتقك لصارت مدبرة، لكن هي من الله مباشرة، من يوم تجيب ولد فإن ولدها اعتقها. لكن متى يتحقق عتقها؟ إذا مات سيدها. طيب أم الولد قبل موت سيدها ترث ولا مات؟ الجواب لا ترث ولا تورث إجماعا، لا ترث ولا تورث إجماعا. طيب كم وصلنا؟ الرابع، العبد الذي علق عتقه على صفة. العبد الذي علق عتقه على صفة، مثل قول حاتم: أسرع فإن اليوم يوم قر، إن جئتني بالضيف أنت حر. طيب إذا قلت لعبد من عبيدك أنت حر إذا خرج ذلك الشهر، أنت حر إذا جئتني ب100,000 ريال، عفوا إذا لا هذا يخشى أن يختلط مع المكاتب، أنت حر إذا صليت شهرا لم تفوت تكبيرة الإحرام. فالعبد الذي علق عتقه على صفة هل يرث ولا ما يرث؟ الجواب: ما دامت لم تتحقق هذه الصفة فلا تزال جميع أحكام عبوديته قائمة، لا تزال جميع أحكام عبوديته قائمة. فالعبد المعلق عتقه على صفة لا يرث ولا يورث إجماعا. إذن هذه أصناف 4 من أصناف العبيد لا يرثون ولا يورثون إجماعا. بقينا في العبد الخامس وهو الذي اشتد خلاف فيه، والسادس كذلك، وهو العبد المكاتب. المكاتب هو العبد الذي اشترى حريته من سيده على أقساط يوزعها على حسب النجوم. مثل من يا إخوان في الصحابة؟ مثل بريرة رضي الله تعالى عنها. ففي الصحيحين من حديث بريرة رضي الله عنها أنها جاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، في كل عام أوقية فأعينيني. فإذن هي مكاتبة. من الذي يتولى دفع هذه الدراهم؟ العبد بالأصالة، ويجوز للمكاتب أن يأخذ من الصدقة لفك عبوديته. طيب العبد المكاتب إذا سدد بعض الأقساط وبقي عليه بعض الأقساط، ثم مات قريب له، مات ابن له مثلا حر، عم له حر، مات زوجة له حرة واختارت البقاء معه، فهل يرثها ذلك المكاتب ولا ما يرثها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. أصح الأقوال فيها عندي والله أعلم أنه لا يرث ولا يورث، فلا تزال أحكام العبودية عليه قائمة ما كان عليه درهم واحد، وهو قول جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. فيروى هذا القول عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان وعن زيد بن ثابت وعن أم المؤمنين عائشة وعن أم المؤمنين أم سلمة وعبد الله بن عمر، هذا من الصحابة. ويروى من التابعين عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد بن جبر المكي رحم الله الجميع رحمة واسعة. ومن الفقهاء أتباع التابعين يروى عن الزهري والإمام أحمد، كما في رواية بن منصور بن الكوسج، وكذلك في رواية أبي الحارث، وكذلك يروى عن الشافعي وأبي ثور. ومن المعاصرين اختارته اللجنة الدائمة العلمية في المملكة العربية السعودية زادها الله وأعضاها شرفا ورفعة. وكذلك أفتت به كثير من المجامع الفقهية أن العبد لا يرث ما دام عليه درهم. ومن أهل العلم من قال لا، بل يرث بقدر ما تحقق من حريته. ونقول لا، القول الصحيح أنه لا يرث ما دام عليه درهم، لا تترتب عليه شيء من أحكام الحرية إلا بعد وجود الدرهم. العبد اللي بعده أيضا اختلفوا بهذا السبب، وهو العبد اللي اشترك فيه 2 فأعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الآخر. ما فهمته السادس؟ واضحة؟ العبد الذي نصف عتقه، يسمونه العبد المبعض، وهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق، بعضه حر وبعضه رقيق. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ في خلاف بين أهل العلم. وهذا العبد في أصح الأقوال يرث بقدر ما فيه من الحرية بالمحاصة، يرث ما فيه بقدر ما فيه من الحرية. مثاله: لو كان زوجا لو كان المبعض زوجا وزوجته حرة، كانت زوجته عبدة مثله رقيقة فأعتقت،
وفي أصح أقوال أهل العلم أن الرقيقة إذا اعتقت تحت عبد فهي مخيرة، إن شاءت أن تبقى معها تبقى، وإلا فلها الحق الفسخ. شاءت هذه أن تبقى معه فماتت وهو عبد نصفه حر، الآن نصفه حر، حقه من الميراث إذا ماتت زوجته ولا ولد له كم؟ النصف. إذن هو الآن له الربع فقط. لماذا؟ لأنه يرث بقدر ما فيه بمقدار ما فيه من الحرية، وهذا هو القول الصحيح في هذا العبد رحمه الله، في أصح قولي في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. السبب الثالث قول الناظم رحمه الله تعالى قتل، هذا هو المانع الثالث ولا الثاني؟ هذا هو المانع الثاني من الموانع، أنا كاتب الثالث خطأ، هذا هو المانع الثاني من موانع الإرث وهو القتل. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث، وفي الحديث الآخر لا يرث القاتل من المقتول شيئا. ولكن لقد قسم العلماء رحمهم الله القتل إلى 3 أقسام: قتل عمد عدوان مع سبق الإصرار والترصد، نسميه القانون الوضعي سبق الإصرار والترصد، ونسميه في الشريعة قتل عمد عدوان. قتل شبه عمد وقتل خطأ. قتل العمد عرفناه وفيه 10 صور ذكرها صاحب زاد المستقنع. شبه العمد هو أن يقصد الجناية بشيء لا يقتل غالبا، كأن يضربه بيده فيموت، هو قصد الجناية عليه وهي الضرب جناية لكنها لا تقتل غالبا فمات بهذه الضربة. ومنه قول الله جل وعلا عن موسى فوكزه موسى فقضى عليه. الوكزة لا تقتل الناس غالبا لكن حصلت في مقتل فمات، فوكزه موسى فقضى عليه، يسمونه شبه العمد. لماذا قالوا شبه العمد؟ قالوا لأنه في درجة بين الخطأ والعمد، فهو عمد باعتبار قصد الجناية وخطأ باعتبار أنه بشيء لا يقتل غالبا، فلا هو عمد ولا خطأ فسموه شبه عمد. مثل شبه الجزيرة العربية، لأنها ليست جزيرة إذ أن هناك جهة لا بحر فيها، فليست جزيرة كاملة وإنما شبه جزيرة. أما القتل العمد العدوان فقد أجمع العلماء على أنه يحرم الإنسان من الميراث، فالذي يقتل مورثه عمدا عدوانا مع سبق الإصرار والترصد فالعلماء مجمعون على أنه محروم من الميراث. طيب، والدليل أثري ونظري. أما الأثري فالأحاديث التي ذكرتها لك قبل قليل، وأما النظري فلأن المتقرر عند العلماء أن من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه. مثلا هذا شيبة عنده ملايين ولكنه قعيطي، يسمونها قعيطي، أحسنت، والشباب قلوبهم تحترق على ذا الملايين، لا شرى لهم سيارات ولا شرى لهم اغتر ولا ثياب ولا شرى لهم شيء أبدا، وكل ما أصبحوا قالوا يا الله يا الله يا الله يا الله، إلا والله الشاب طالع عليهم ما فيها صح منه. قال واحد من الورثة تدرون أنا أسفيكم. وش بتسوي؟ قال ما عليكم أنا أسفيكم. فجاء إلى أبيه وهو نائم فغطى أنفاسه بالوسادة حتى مات. هذا قتل عمد عدوان مع سبق الإصرار والترصد. ايش معنى الترصد يعني سبق التخطيط وماذا سيفعل. لم يحصل القتل كيفما اتفق، لا، هذا خطأ أو شبه عمد، لكن كونه يدبر ويخطط ويحط خطة إي وخطة بي وخطة دي وخطة، هذا سبق إصرار وترصد. فهذا القاتل بإجماع العلماء لا يرث. انتهينا منه. بقينا في نوعين من أنواع القتل، وهو القتل خطأ وقتل شبه العمد. القول الصحيح يا إخواني في هذا أن تأخذوا قاعدة حتى لا أطيل عليكم: كل قتل أوجب قودا أو كفارة فيحرم صاحبه من الميراث. كل قتل أوجب قودا أو كفارة، كل قتل أوجب قودا أو كفارة فإنه يحرم صاحبه من الميراث. وهذا الذي تفتي به اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، وهو الذي رجحه جمع كبير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا أرجح المذاهب في هذه المسألة هو أن كل قتل يوجب قصاصا أو دية، أو دية أو كفارة. كل قتل يوجب قصاصا أو دية أو كفارة فإنه يكون مانعا من الميراث، سواء كان خطأ أو شبه عمد. يعني يسمونها القتل المضمون.
القتل المضمون إما ضمانه بالقود وهو القتل العمد العدوان، أو بكفارة أو بدية، فإنه يكون من القتل المانع. مما ينبغي بحثه مسائل الموت بالسيارات الآن، حوادث السيارات. الآن يمكن يركب الشايب معك والدك ثم يصير حادث، يصير عليك حادث فيموت والدك معك، فهل تكون محروما من الميراث؟ هذا عرض على اللجنة الدائمة وصدرت فيه فتوى، وهي أن هذا يختلف باختلاف تقرير المرور وعلى حساب نسبة الخطأ. فإذا كان عليك ولو شيئا من نسبة الخطأ فإنك تكون في هذه الحالة، إذا كان عليك نسبة من الخطأ فيكون قتلك هذا مضمونا بماذا؟ بكفارة ودية، عفوا بكفارة، على الأقل بكفارة، لأنه فيه نسبة خطأ، فيه نسبة خطأ. وأما إذا كان تقرير المرور أنه لا شيء عليك وأنك ما عندك أي مشكلة أبدا ولا عندك أي خطأ، فحينئذ يكون قتلك هذا ليس مضمونا لا بقود ولا بكفارة ولا بدية، فتكون من جملة الورثة. قد يقول لنا قائل إن هذا يظلم أصحاب القتل الخطأ، أنا طالع بالوالد بروح أصلي به، أنا طالع بالوالد بروح أصلي أنا وياه، فجاءنا فكأني عكست الطريق شوي ولاقاني واحد وحصل ما حصل. طيب معاكسة للطريق ليست قصد قتل لوالدي ولا لا، لكن أبي أخسر، فهذا قتل خطأ. نقول لكنه قتل فيه نسبة خطأ ترجع لك، ففي هذه الحالة نحرمك من الميراث. وهذا الذي تعمل به المحاكم في المملكة العربية السعودية نظاما، وإلا فبعض القضاة قد يجتهد في غير ذلك على حسب ما يراه فضيلة القاضي وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. هذا هو الأصح في هذه المسألة. وهنا مسائل في مسألة قضية القتل، وهي ما حكم زوج قتل زوجته لما رآها تزني؟ الجواب في هذه الحالة نقتله ولا ما نقتله؟ طبعا شرعا إذا أثبت أنه حال قتله لها كانت تزني شرعا يعفو عنه القاضي. قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال 4 شهود قال سعد أو يرقب أحدنا شهودا والله لا أعلونه هي وإياها بالسيف. فلما استغرب الصحابة من جرأة سعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو تعجبون من غيرة سعد فإني أغير من سعد والله أغير مني. فإذا أقروا على ذلك الأمر. وفيه يعني كلام لأهل العلم. هذا واجب عليكم، كثرة الواجبات، هذا حصة وهذه حصة، هذا واجب عليكم، هذا واجب عليكم. إذا قتل الزوج زوجته في حال رآها تزني وثبت ذلك عند القائع عليها، أثبت ذلك عليها، فهل يحرم من ميراثها لأنه قتلها؟ مسألة القتل دفاعا عن النفس، هل يحرم صاحبه؟ كأن يكون الزوج شريبا للخمر وجاء هجم على زوجته وأراد أن يقتلها ويضربها فدافعت عن نفسها وألقته فصدم رأسه أو ضرب رأسه أو اصطدم رأسه في الجدار فمات. هل ترثه في هذه الحالة ولا ما ترثه؟ في خلاف بين أهل العلم. القول الصحيح كما قلت لكم أن كل قتل غير مضمون فإنه في هذه الحالة لا يعتبر مانعا، وقتلها له في هذه الحالة غير مضمون شرعا. خذوها قاعدة: كل قتل مأذون فيه شرعا فلا يعتبر مانعا، كل قتل مأذون فيه شرعا فلا يعتبر مانعا. والإنسان مأمور بأن يدافع عن نفسه لمن أراده وهو الصائل، فلو أن صال عليك أحد ودافعته وقتلته وكنت ممن ترثهم فأنت من جملة الورثة، تقبل الله منا ومنك، حلال بلال عليك نصيبك، وقتلك له هذا لا يعتبر مانع. مثال آخر: لو أن السياف الذي لا يعرف القتل بالسيف إلا هو صار أحد الورثة المقتولين هو يعني من أقاربه، ابن عمه مثلا، ولا في أحد يقتل بالسيف إلا هذا، وأمره ولي الأمر يقول يلا اقتل يا بالحل هذا ولد عمي هذا طيب شو نسوي به؟ يعني نقعد نلعب في رقبته، ما حد يمسك السيف الا انت ولا يا بالحل يلا بس توكل على الله. طيب قال اجل اصبر خلنا نشوف، بسم الله، وقتل، مع ان التسميه بدعه، قتل. اي نعم. فقتله في هذه الحاله قتل مأذون فيه شرعا. عندكم قاعده: كل قتل مأذون فيه شرعا فانه نعم. اذا عندنا القتل المأذون فيه شرعا والقتل غير المضمون، هذه كلها لا تعتبر منع. ما الحكم في من قتل غيره صبيا ثم كبر؟ عفوا، لو أن الصبي اعتدى على والده فقتله، أو أن الصبي تو صغير 6 سنوات 5 سنوات لم يبلغ ما بعد كلف، قتل والده. وغالبا ما يكون في الأسلحة هذه إذا جاء الأب
ينظفها يمكن يعطيها الأطفال يلعبون، والمسدس يمكن انها بالعلة وحده، فيلعبها الصبي ويطلق والله وصاد أبوه. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ نعم أحسنت، قتل الصبي غير مضمون، لا بدية ولا بقصاص ولا بكفارة. فإذا بما أنه قتل غير مضمون فإنه لا يكون من القتل المانع. ومثلها يقول قتل المجنون، لو أن مجنونا تسلط على أحد من أقربائه فقتله، فهل يرثه ولا ما يرثه؟ جواب يرثه، لأن قتله غير مضمون، لا بدية ولا بكفارة ولا بقصاص، يعني قود. ما الحكم لو قتل الوالد ولده؟ ما الحكم لو قتل الوالد ولده؟ هل يمنع من ميراثه ولا لا؟ طبعا هذا قتل لا قود فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يستقاد والد بولده، يعني لا يقتل والد إذا قتل ولده. لكن إذا سقط عنه القود هل تسقط عنه الدية والكفارة؟ الجواب لا. ففي هذه الحالة بما أن قتل الوالد لولده مضمون بالدية أو والكفارة فإنه حينئذ يكون قتلا مانعا له من ميراثه. فإنما الذي يسقط في قتل الوالد لولده إنما هو القود، وأما الميراث فإنه يحرم منه. مسألة: لو أن شهود زور شهدوا عند القاضي أن فلانا قتل فلانا ثم كذبوا أنفسهم بعد ذلك وقد أقيم عليه القصاص وكان قريبا لهم، فهل يرثونه ولا ما يرثونه؟ الجواب: لا يرثونه في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإن أي شهادة توجب قتلا إذا كان الإنسان يعلم كذب نفسه فيها فهي من قتل العمد العدوان، كما نص عليه الحنابلة رحمهم الله تعالى. مسألة: لو قتل رجل قريبه في معركة يظنه كافرا، لو قتل رجل قريبه في المعركة بين المسلمين والكفار فرأى أسودة فتبعها وقتل، فله إلا ابن عمه ظنا منه أنه يرث ولا ما يرث؟ نقول هذا قتل غير مضمون، لا بقود ولا بكفارة ولا بدية، فحينئذ لا يكون هذا القتل مانعا له من الميراث. مسألة: لو قتل رجل قريبه في الفئة الباغية، قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. لو كان أحد القريبين في طائفة والآخر في طائفة فقاتلنا الطائفة التي تبغي، فإذا القريب قتل قريبه في هذه الطائفة فهل يحرم من ميراثه ولا ما يحرم؟ لا يحرم، لأن كل قتل مأذون فيه شرعا فإنه لا يكون مانعا من الإرث. السبب الثالث من أسباب الإرث هو قول الناظم رحمه الله تعالى: واختلاف ديني. هذا هو المانع من موانع الإرث، وهو كون أحد المتوارثين مسلما والآخر كافرا، إما أن يكون الوارث مسلما والموروث كافرا أو العكس. وهذه المسألة تحتمل 3 صور: أن يرث المسألة الأولى حكم إرث المسلم من الكافر، المسألة الثانية حكم إرث الكافر من المسلم، المسألة الثالثة حكم إرث الكافر من الكافر. فهي 3 مسائل. المسألة الأولى في حكم ميراث الكافر من المسلم، هذا ممنوع إجماعا، فالكافر لا يرث من قريبه المسلم أبدا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وهذا حديث متفق عليه وقد أجمع العلماء على ذلك. إذن هذه مسألة مفروغ منها بدلالة السنة والإجماع. المسألة الثانية وهي ميراث المسلم من الكافر، يعني أن يكون المورث كافرا والوارث مسلم. ففي هذه الحالة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على قولين: أصح القولين هو أنه لا توارث بينهما، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم التوارث بينهما. المسألة الثالثة: ما حكم توارث أهل الملتين؟ يعني أن يرث اليهودي والنصراني النصراني، أو يرث اليهودي النصراني أو النصراني اليهودي. في هذه الحالة
توارث أهل الملتين لا يخلو من حالتين: إما أن تتفق ملل الكفر عندهم، وإما أن تختلف. أن تتفق ملل الكفر ففي قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى يتوارثون، فاليهودي يرث من قريبه اليهودي، والنصراني يرث من قريبه النصراني، والمجوسي من المجوسي، وغيرهم من ملل الكفر يرث بعضهم بعضا إذا اتفقت ملل كفرهم. وأما إذا اختلفت ملة الكفر كنصراني هل يرث يهوديا أو العكس، فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح في هذه المسألة هو ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن، أنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى، وهذا هو أصح الأقوال عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأصول الملل ثلاث: ملة اليهود وملة النصارى وملة المجوس اللي يدخل فيهم الصابئة وغيرهم. هذا هو القول الصحيح. عندنا مسألة: ما الحكم لو أسلم قريب الإنسان بعد موته وقبل قسمة التركة؟ فهمتم السؤال؟ ما الحكم لو أسلم قريب الإنسان بعد موته وقبل قسمة التركة؟ هذا رجل مسلم له أقرباء كفرة، وهذا رجل مسلم يعني عنده مئات الألوف أو ملايين، فلما مات سمع بموته أقرباؤه الكفرة، فقال أحدهم إن الآن محروم من الميراث، فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قبل قسمة التركة على أصحابها. فهل يرث بعضهم بعض؟ فهل يتوارثون في هذه الحالة ولا لا؟ في خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح أنه لا توارث بينهما. فإن قلت وما العلة في ذلك؟ فأقول: لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وفي دليل نظري، وهي أن التركة تنتقل إلى الورثة بالموت مباشرة، لكن شرط كمال تملكها قسمتها. فإذا من حين ما يموت الإنسان ويترك مالا، من حين اللحظة التي يقبض فيها ملك الموت روحه وتنتهي أنفاسه ويتوقف قلبه، حينئذ ينتقل ماله مباشرة إلى ورثته، فقد ورثوه بالقوة، ولكن من شرط وضع أيديهم وكمال تملكهم هي قسمتها. فإذا القسمة لا تفيد ملكية جديدة لتقدم ملكيتهم، وإنما القسمة تفيد كمال التملك. إذن عند موت هذا المسلم كان ذلك الرجل كافر ولا مسلم؟ فإذا انتقل المال من الموروث إلى الوارث حالة كون هذا الرجل كافر، فحينئذ لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وهذه مسائل أحببنا أن نتحفكم بها. هذه هي موانع الإرث المتفق عليها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل هناك موانع أخرى؟ أنا أترك دراستها لكم لضيق الوقت. يعني مثلا يقول هناك عند الحنفية 4 موانع، هذه الثلاثة عند الأئمة الحنفية رحمهم الله الموانع 4، هذه الثلاثة ورابعها اختلاف الدارين عند الحنفية، وفي أصح الأقوال ليس بمانع. وأما مذهب الشافعية فعدد الموانع عندهم 6 موانع عند الأئمة الشافعية رحمهم الله تعالى: 3 المتفق عليها، ويزيدون 4 وهو الردة، و5 وهو الحرابة، و6 وهو الدور الحكمي على أحد قولي الشافعي رحمه الله. ومذهب المالكية عدد الموانع عندهم 10، المالكية عندهم 10 موانع: 3 السابقة المتفق عليها، ورابعها اللعان، وخامسها الزنا، وسادسها الشك في موت المورث، وسابعها الحمل، وثامنها الشك في حياة المولود، وتاسعها الشك في تقدم موت المورث أو الوارث أو حياة الوارث، وعاشرها الشك في الذكورية والأنوثة وهو الخنثى المشكل. وهذه تطرق إن شاء الله مسائلها في وقت لاحق إن شاء الله، يعني كل واحدة منها لها باب تدرس فيه. فإذا الأصح إن شاء الله أن نقف عند هذه الموانع 3 المتفق عليها. نعم. أحسن الله عليكم. باب أركان الإرث. ووارث مورث موروث، أركانه ما دونها توريث. نعم. قوله أركان، الأركان في اللغة جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى. الأركان جمع ركن وهي جانب الشيء الأقوى، مثل أركان الصلاة
هي جانبها الأقوى، يعني أقوى ما يطلب في الصلاة هو تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة إلى غير أركانها، فالركن هو جانب الشيء الأقوى، كما قال الله جل وعلا: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وأما في الاصطلاح فهو ما كان من جزء الشيء وماهيته التي لا تقوم إلا به، فهو جزء الشيء وماهيته التي لا تقوم إلا به. كيف أعرف الفرق بين الشروط والأركان؟ الشروط هي ما يطلب فعلها قبل العبادة ويطلب استمرار أحكامها إلى الفراغ من العبادة، وأما الأركان فلا يطلب تحقيقها قبل العبادة، بل هي جزء فهي من جملة أجزاء العبادة، مثل تكبيرة الإحرام ومثل الركوع، هذه تطلب في الصلاة، لكن الطهارة تطلب قبل الصلاة، استقبال القبلة تطلب قبل الصلاة، فما كان مطلوبا قبل العبادة فشرط، وما كان مطلوبا في أثناء العبادة وكان هو جزء الماهية يعني الصفة فهو الركن. اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن أركان الإرث ثلاثة، أولها قوله ووارث، هذا الركن الأول، والوارث هو من انتقلت إليه التركة بعد موت مورثه كما هو معلوم لديكم، حتى ولو بعد موت مورثه أو قبل موت مورثه بقليل، كالحمل الذي ولد ثم توفي أبوه بعد ولادته بدقيقة، فنقول انعقد سبب حياته. ومنهم من قال أصلا لا نحتاج إلى هذا التمثيل لأن الحمل يستحق الإرث بمجرد نفخ الروح فيه. الركن الثاني قال مورث، والمورث هو من انتقلت منه التركة وهو الميت. مسألة: وما حكم المفقود؟ وما حكم الرجل المفقود الذي ذهب وانقطع خبره فلا نعرف له خبرا ولا نسمع عنه أثرا؟ أقول الأصل في المفقود أنه يحكم بإيش؟ بموته ولا بحياته؟ بحياته، حتى يقضي الحاكم بمدة التربص، يعني أن يمهله الحاكم مدة معينة. وهل هذه المدة التي يفرضها الحاكم معينة يعني بالدليل ولا معينة بالاجتهاد؟ الجواب الصحيح، القول الصحيح أنها تعين باجتهاد القاضي على حسب سلامة السفر، غلبة الظن في سلامته في سفرته هذه أم لا. مثل راح في طيارة وقال والله انفجرت الطائرة وفقدنا خبره، لم يجدوا جثته من جملة الجثث فما ندري، وسقط من الطائرة وضرب في الأرض وحيا، هو بقي في الطائرة يعني وارتطمت بالأرض، يعني ما لقينا جثته، فهذا هذا حادث ظاهره الهلاك ولا ظاهره السلامة. فحينئذ يفرض القاضي له 6 أشهر مثلا أو سنة على اجتهاد فضيلة القاضي، فإذا لم يجد فحينئذ تتربص زوجته وتعتد 3 حيض ويحكم بموته حكما. فإن رجع بعد ذلك ففيه تفصيل يأتينا في ميراث المفقود إن شاء الله. والحمل، إذا مات الحمل هل يورث؟ إذا مات الحمل هل يورث؟ هل يرث؟ الجواب نعم، من بعد نفخ الروح فيه صار إنسانا له ما علينا ويجب له ما يجب علينا، ويعني له حقوق الإنسانية. ولذلك نحن نحتبس ميراثين، على تقدير كونه أنثى وعلى تقدير كونه ذكر وعلى تقدير كونه منفردا أو متعددا كما سيأتينا في ميراث الحمل. فلو مات حملها وقد ورثناه، فلو مات حملها وقد ورثناه وقد نفخت فيه الروح طبعا ورثناه. أضرب لكم مثالا بسيطا: زيد من الناس عنده زوجة حامل، عنده زوجة حامل، فمات قريب لهم فمات الأب، مات زيد، ابنه هذا يرثه ولا لا؟ يرثه بعد نفخ الروح فيه. طيب قدر الله جل وعلا عند الولادة أن يموت هذا الجنين وقد ورثناه سابقا، فحقه ينتقل إلى من؟ خلاص، إذن الحمل يرث ويورث إذا نفخت فيه الروح وخرجت منه الروح. هذا الركن الثاني. الرابع الثالث موروث، والمراد بها التركة من الأموال والحقوق والاختصاصات. قال الناظم رحمه الله: أركانه ما دونها توريث،
يعني هذه هي أركان الإرث الثلاثة، فإذا اختل منها ركن فليس هناك وراثة ولا تركة. نعم. صلى الله عليكم. باب شروط الإرث، وهي تحقق وجود الوارث، موت المورث، اقتضى التوارث. هذه شروط الإرث وهي ثلاثة، وهذه الشروط متفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله، وفيما زاد عليها شيء من الخلاف. والشرط في اللغة هو العلامة. يقول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأما اصطلاحا فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، عكس المانع، بعكس المانع تماما. مثل الطهارة للصلاة، فإذا انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة، انعدمت صحة الصلاة. وإذا وجدت الطهارة فلا يلزم من، قد يتوضأ الإنسان لقراءة القرآن، قد يتوضأ الإنسان للطواف، مو بلازم يتوضأ وتوجد الصلاة. فإذا يلزم من عدم الطهارة انعدام صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، إذ قد يتطهر الإنسان من باب شيء لشيء آخر. قال رحمه الله: وهي أي شروط الميراث تحقق وجود الوارث، تحقق وجود الوارث، هذا هو الشرط الأول من شروط الإرث، وهي تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة، سواء عن مشاهدة أو بشهادة عدلين أو إلحاقه بالأحياء كما قلناه في الحمل، وكما قلناه أيضا في المفقود، فإنه ما دامت لم تنتهي المدة التي فرضها عليه الحاكم فإنه لا يزال في عداد الأحياء حكما. فإذا لا بد من تحقق وجود الوارث حقيقة أو حكما. طيب لو مات أحد أقرباء المفقود في المدة التي نتربص به فيها، فهل نورثه ولا ما نورثه؟ أجيبوا يا جماعة، نورثه ولا ما نورثه؟ بلاكم اختلفتوا، ايش تقول أنت؟ أعيد السؤال. لو مات قريب للمفقود في مدة التربص، هل نورث المفقود ولا ما نورثه؟ نعزل حقه؟ حراج واحدة، حراج اثنتين، يلا ايش بالك؟ فيها تفصيل؟ ايش تفصيل فيه؟ إذا تبين ميت وش لا نفرض له مدة؟ حكم القاضي فرضت المدة ومات قريبه وهو لا يزال في هذه المدة التي يحكم عليه بأنه حي فيها، إذا خلاص. لكن هل حياته متحققة ولا محكوما؟ إذا هو حي حياة حكمية. فإذا التحقق من حياة الوارث حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما، هذا هو الذي نقصده بهذا المثال. وقوله موت المورث، هذا هو الشرط الثاني، وهو تحقق موت المورث إما حقيقة بالمعاينة، نشوفه ميت قدامنا، أو بشهادة عدلين، يأتينا رجلان عدلان في الظاهر يقولون إن زميلنا الذي ذهب معنا إلى أمريكا قد فقد، قد قتل وقد شوهت جثته وقد المهم إذا شهد شاهدان بموته فإننا نعتمد شهادتهم حتى وإن لم نرى جثته، لأن شهادة العدلين على الموت ثابتة. وأيضا إذا انتهت مدة المفقود، لأننا نحكم عليه بعد ذلك بأنه ميت، إذا انتهت مدته، مع أننا ما رأينا جثته ولا ندري عن حقيقة موته، لكننا نعطيه حكم الوفاة، فهو ميت حكما عندنا. قوله اقتضى التوارث، اقتضاء الشيء بمعنى سببه، فاقتضى التوارث يعني العلم بجهة التوارث، العلم بسبب التوارث، لأن التوارث بين الشخصين يختلف باختلاف جهة التوارث بينهما، وجهة التوارث هي تكون نكاحا تارة وولاء تارة وقرابة تارة. فإذا لا بد أن تعرف العلاقة بين الميت وبين الوارث ومورثه، لا بد أن تعرف العلاقة بينهما، لا بد أن تعرف العلاقة بينهما. باب من يرث من الذكور. الوارث ابن وابنه أب وجد، له وزوج مطلق الأخ يعد، والعم وابن لهما إن أجلى، بالأب كل منهم والمولى. نعم. هذا علماء الفرائض رحمهم الله تعالى يعني لم يتركوا شاذة ولا فاذة في مسائل التقسيمات والتنويعات والفروع والأصول إلا ذكروها،
فهم ما تركوك تخوض في مسألة من يرث من الرجال، لا، أعطوك مجموعة من الرجال، قالوا إذا رأيت رجلا غير هؤلاء فاعرف أنه ليس من الورثة مطلقا. هؤلاء الرجال 10 بالإجمال و15 رجلا بالتفصيل، نأخذهم واحدا واحدا. قوله الوارثون ابن، هذا أول الورثة من الرجال وهو الابن، وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أنه من جملة الورثة، وعلى ذلك قول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال وابنه، هذا هو الرجل الثاني، هذا هو الرجل الثاني الذي يرث. ابنه يعني ابن الابن، وقد أجمع العلماء على أن ابن الابن يرث بشروط معلومة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. ويرث كذلك ابن الابن وإن نزل أبوه بمحض الذكور، فإن تخللت بينهما بنت فينتقل من كونه فرعا وارثا إلى كونه من ذوي الأرحام. كم صار عندنا الآن؟ 2. طيب الثالث قوله أب، وقد أجمع العلماء على أنه وارث، وعلى ذلك قول الله جل وعلا وورثه أبواه فلأمه السدس. وقوله كذلك وجد وهو أبو الأب، وجد. والعلماء رحمهم الله تعالى مجمعون على أن الجد من جملة الورثة من الرجال، ويستدلون عليها بالأدلة التي تدل على ميراث الأب، لأن الجد أب، وسيأتينا في ميراث الجد قاعدة أن الجد له حكم الأب إلا بدليل. كل الأحكام التي نطبقها على الأب نطبقها مباشرة على الجد إلا بدليل. وقوله رحمه الله تعالى له، ايش معنى وجد له؟ من جهة الأب أو من جهة الميت، يعني جد له من أبيه. طيب ثم قال وزوج، الخامس، ما أدري عن ترتيبكم أنتم، الخامس وزوج. وقد أجمع العلماء على أنه من جملة الرجال الورثة، قول الله جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ثم قال مطلق الأخ كلمة مطلق ترجع على الأخ، فقوله مطلق الأخ يعني مطلق الأخوة، يعني يعد من جملة الوارثين من الرجال. طيب جهات الأخوة عندنا، مطلق الأخوة يعني جهات الأخوة، كم عندنا من جهة للأخوة؟ 3. الأول الأخ الشقيق، وقد أجمعوا على أنه من جملة الورثة، قول الله جل وعلا وإن كان له إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب والثاني اللي هو الثامن أو السابع على حسب ترتيبكم، الأخ لأب، ويدخل في الآية السابقة. والثالث الأخ لأم، لقول الله جل وعلا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني ولد الأم، فلكل واحد منهما السدس، لقراءة عبد الله بن عمرو من أم. هذه قوله مطلق الأخ، يعني مطلق جهات الأخوة، يعد من جملة الوارثين من الرجال. ثم قال رحمه الله، ايش بعد قال والعم ينقسم إلى 3 أقسام: عم شقيق وهو وارث بالإجماع، وعم لأب وهو وارث بالإجماع. بقي عندنا عم لأم، يعني عمك من جهة أمك، وهذا ليس بوارث لأنه من ذوي الأرحام، فندرسه في ميراث ذوي الأرحام. قال وابن لهما، الضمير في قوله لهما يرجع على الإخوة والعم، الضمير في لهما يرجع على الإخوة والعم. طيب الإخوة 3 أقسام. الأخ الشقيق ذكرناه، وش يقصد الآن؟ ابن الأخ الشقيق وإن نزل أبوه بمحض الذكور، ويدخل معنا أيضا ابن الأخ لأب وإن نزل أبوه بمحض الذكور. بقي عندنا ابن الأخ لأم، لا ليس من جملة الورثة، بل هذا من جملة ذوي الأرحام، بندرسها إن شاء الله في ذوي الأرحام. قال وابن لهما، بقي العم، إن عندنا عم شقيق وعم لأم وعم لأب. العم الشقيق وارث، وابن العم الشقيق وإن نزل أبوه بمحض الذكور أيضا من جملة الورثة. قال والعم لأب وارث،
وابن العم لأب وإن نزل أبوه بمحض الذكور أيضا من جملة الورثة. طيب والعم الشقيق ليس بوارث أصلا فأبناؤه جميعا لا يرثون، لأن من لا يرث أصله لا يرث. لا. وابن العم إيش لأم؟ مش قلت أنا؟ لا أخطأت، أصبتم أنتم وأخطأت أنا. لا الصواب ابن العم لأم هذا لا يرث، فإذا كان أصله لا يرث فإنه حينئذ فرعه يتبع له. فهمتوا ايش معنى قول الناظم وابن لهما؟ ثم قال رحمه الله إن أدلى بالأب والعم وابن لهما إن أدلى بالأب كل منهم والمولى. يعني أن العم لأم هل يدلي إلى الميت بالأب؟ الجواب لا. طيب والأخ لأب يدلي إذا وارث. طيب والأخ الشقيق يدلي بالأب وزيادة، فإذا أخرج ذلك. طيب والأخ لأم لا يدري. طيب شلون يقول الشيخ إن أدلى بالأب؟ نقول لا يقصد به الأخ لأم، لأن العلماء مجمعون على أن ولد الأم وارث ذكرا كان أو أنثى. طيب قوله رحمه الله شوي بس اسمحوا لي، قوله رحمه الله والمولى، المولى المقصود به هنا المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، فالجميع يكونون كم؟ 15 رجال. طيب نعدهم، أبي 15 واحد. يلا بسم الله نبدأ منك. جبتها البسيط منك. عد يا شيخ محمد. الابن ايوه وراك تروح لذوليك، عطناهم بالترتيب. الابن وابن الابن والاب والجد. نبدأ في الإخوان. والزوج. والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. لا بقي في الإخوان بعد شوي. وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب وال15 من هو المعتق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.